تعبت وأنت بتدوّر على طريقة تشحن بيها في لعبة Free Fire بشكل مجاني؟ مش معاك فلوس ونفسك تشحن وتجيب سكنات وأسلحة؟ جبت لك الحل النهائي، طريقة تقدر تجيب لك 2500 جوهرة بشكل يومي بكل بساطة. تابع معايا المقطع للأخير عشان تفهم كل حاجة بالتفصيل. أنا يونس ويلا خليكم مع المقطع. زي ما شفت في عنوان المقطع، الفيديو ده طريقة الشحن في لعبة فري فاير، ومش جاي أقول لك روح حمل تطبيق أو ادعو ناس أو اعمل مهام وجمع نقاط عشان في الأخير تستلم 100 جوهرة أو 200 جوهرة. لأ، أنا جايب لك طريقة موثقة من شركة جريمة. لو أنت بتلعب فري فاير فأنت أكيد سمعت عن الإي سي سبورت أو البطولة العالمية اللي بتكون في اللعبة، وأكيد شفت لها مقاطع على التيك توك أو حتى على اليوتيوب. قبل فترة نزل تطبيق بيعمل بطولات بشكل يومي، كل يوم بطولة أو اتنين بتتلعب في اللعبة، والفائز بيحصل على جايزة مقدارها $10. إزاي تحمل التطبيق وإزاي تسجل فيه وإزاي تدخل على البطولة؟ هشرح لك كل حاجة بالتفصيل، وكمان هشرح لك طريقة اللعب المناسبة والأسلحة اللي بتستخدمها وكمان الشخصيات. أول حاجة ده اسم التطبيق، وموجود على متجر جوجل بلاي. بتحمل التطبيق وبعد كده بتسجل عن طريق الاسم وكلمة المرور فقط. دي وجهة التطبيق لما تدخل. بعدين تضغط على كلمة انضم للبطولة، ولما تضغط أول مرة هيطلب منك اسمك داخل اللعبة وكمان الاي دي بتاعك. تمام. بعد الانضمام هيتم تسجيلك في البطولة مباشرة. بعد اكتمال عدد المشاركين هيبعت لك إشعار في التطبيق هيقول لك موعد الروم الخاص بك حسب توقيت بلدك، وفي وقت الروم هيبعت لك إشعار على التطبيق باسم الروم وكلمة المرور. ادخل على اللعبة واختار غرفة مخصصة، ثم انزل لخيار الدوري وابحث عن اسم الروم اللي موجود في التطبيق وكلمة المرور. بعد ما تدخل الروم بيكون في مدة انتظار تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق، فأنت ما تقولش إن الروم مش هيبدأ وتغلق اللعبة وتروح، لا هو هيبدأ ولكن بيتأخر شوية حتى يكتمل عدد اللاعبين المشاركين. كده احنا خلصنا الموضوع. تاني حاجة خلينا ننتقل للشخصيات. بما إن دي بطولة فردية فأنت مش محتاج تقسم أدوار اللعب على الفريق، فقط اختار الشخصيات اللي تناسبك. وأنا بالنسبة لي وحسب التجربة اللي أنا جربتها، فالشخصية النشطة في البداية ممكن شخصية تتسويا وشخصية أوسكار وشخصية A124. شخصية ثانوية فأنت تحتاج شخصية فورد أساسي عشان تزيد لك نقاط الصحة لو أنت في فايت مباشر. كمان ممكن شخصية لوكوثا أو شخصية نيري. كمان شخصية نيكيتا كويسة لو أنت هتلعب بالشوتجان الطلقة. شخصية يوسف كويسة عشان تحميك من شخصية A124 لو حد أطلقها عليك داخل المباراة. شخصية هياتو كمان شخصية جيدة حتى تزيد لك اختراق الدروع وتزيد لك المقاومة إذا تعرضت لضرر قوي. في شخصية كمان مهمة وهي شخصية رقاقة حجب الضرر، مفيدة جدا 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 وكانت سبب في فوزي في روم معين. ولو أنت هتلعب بسنايبر هتحتاج شخصية مارو وكمان شخصية إيريس عشان تضرب الأعداء من وراء جدار الجري. تالت حاجة معانا خلينا ننتقل للأسلحة. من المدى القريب وبما إن دي بطولة فسمات الأسلحة مش موجودة، يعني مميزات الأسلحة معدل إطلاق النار أو حتى الضرر ده مش موجود في البطولة. فأنت بتلعب بسلاح بدون أي ضرر زائد أو أي سرعة زائد. لذلك هنختار من المدى القريب عندنا 4 أسلحة. أول حاجة الام 590 أو الشوتجن الطلقة الموجود في اللعبة. تاني سلاح معانا هو التروجون. تالت سلاح معانا هو الماش 7، ولو تلاحظ كلهم شوتجنات. رابع حاجة معانا هو سلاح البيزون، وده سلاح الرشاش الوحيد اللي ينفع تستخدمه في البطولة بما إنه هو نوعا ما قوي بدون سكنة أسلحة. من المدى البعيد عندنا أول حاجة ال AWM. تاني حاجة ال AC80، وأنا برجح ال AC80 أفضل من ال AWM يعني بالنسبة لي. تالت حاجة معانا هو الجروزا إكس أو الرشاش اللي بيكون موجود في الدروب ال100 طلقة، كمان كويسين. وبعد ما يبدأ الروم لا تنسى تاخد مهارة ثانوية من داخل الغرفة أو من داخل المباراة، مثل درون العلاج أو مهارة أوسكار الموجودة حاليا في الماكينة، أو لو أنت بتلوت في الأرض ولقيت مهارة A124 خدها. تمام. لما يبدأ الجيم بلاش تتهور وتنزل في مكان عشوائي. اختار مكان يكون على طرف الخريطة، بنفس الوقت يكون قريب من المستودع حتى تقدر تجمع 1000 توكن وتروح تفتح المستودع وتاخد دراع 4. تمام. مش مهم الكلات على قد ما مهم إن أنت تبقى لحد توب 3 أو توب 2، لأن الفائز بالجائزة هو فقط توب 1. فلو أنت جبت 10 كلات ومت قبل الفوز بالمباراة فملهمش لازمة. فقط العب بذكاء، لا تتهور، وإن شاء الله تكون من الفائزين.
بعد الفوز بالبطولة إن شاء الله بيتواصلوا معك على حسابك على التطبيق مش اللعبة، وبيتم تحويل لك الجائزة عن طريق حساب باي بال لو أنت عندك، أو ممكن تشحن بيهم 1000 جوهرة فورية أو عضوية شهرية في اللعبة اللي هي بتعطيك 2600 جوهرة. بالنسبة لنظام الروم فهو بسيط جدا. البطولة بتبقى عبارة عن رومين. أول روم بيكون 26 لاعب أو 27 لاعب، بيتأهل توب 1 وتوب 2 للروم التالي، والروم التالي بيبقى حوالي 50 لاعب أو 60 لاعب، والفائز من الروم التاني هو اللي بيحصل على الجائزة $10. وبس كده، ده كان ملخص شرح النهاردة. هترككم مع بعض اللقطات من البطولة اللي أنا شاركت فيها، ممكن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Double kill! Triple kill!